وفي يناير من نفس السنة 1258 التتار ومعاهم مهندسين صينيين في الجيش بتاعهم حاصروا مدينة بغداد. عدد الجنود المدافعين عن مدينة بغداد وقتها أقل من 20,000 جندي بأسلحة قديمة ومعنويات في الأرض، يعني تقدر تقول انهزموا من قبل ما يحاربوا. وبدأ جيش هولاكو بالمنجنيق يقصف أسوار المدينة. مع القصف ده وقطع كل طرق الإمدادات وقعت مدينة بغداد في خلال 12 يوم من الحصار. وفي 10 فبراير بتحصل الكارثة، 200,000 جندي من التتار بيجتاحوا مدينة بغداد عشان يقتلوا الأطفال اللي فيها والشيوخ والرجال والنساء. دمروا البيوت والمساجد والمستشفيات، كانوا عايزين يمحوا أي معلم للمدينة. الخليفة المعتصم نفسه حطوه في سجادة ولفوها، وبدأ الجنود يركلوه برجليهم لحد ما مات رفسا بالنعال. وهنا بتحصل الكارثة الأكبر. لما وصلوا لمكتبة بغداد ما كانوش فاهمين ايه اللي جوه المكتبة دي أو ايه رمزيتها أو قيمتها، فبدأوا يقطعوا الكتب دي ويرموها في نهر دجلة. وعشان تتخيل عدد الكتب، فالمؤرخ ابن كثير بيقول ان الكتب كانت بتعمل سدود في النهر بالجنود كانوا بيعدوا عليها. تخيل الكم، ولون النهر بقى بلون الحبر من كتر الكتب اللي اترمت فيه. تخيل معايا كتب فيها علوم لمئات السنين، مخطوطات نادرة مش ممكن تتعوض تاني، بتترمي وتتحرق. الغرض من ده هو محو هوية كاملة ومحو خلافة اسمها الخلافة العباسية. والنتيجة كانت سقوط المدينة وتدمير مكتبة بغداد اللي راح معاها 500 سنة من التراكم العلمي. مدينة بغداد اتدمرت البنية التحتية بتاعتها، وأهلها إما اللي هرب أو إما اللي اتقتل. فضلت كده لأكتر من 40 أو 50 سنة.